عظم الله لكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام الجواد، وجعلنا الله وإياكم من السائرين على هذا النهج المبارك من إحياء ذكرى مناسبات أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. الليلة المقبلة إن شاء الله يكون المجلس مالنا بركضة الفجر اللي تسمونها ركضة طويريج، الجهة الشمالية مال المدينة إن شاء الله تعالى. عظم الله لنا ولكم الأجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك سيدي يا أبا جعفر الإمام محمد الجواد. صلى الله عليك وعلى أبنائك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم. سادتي ما خاب من اعتصم بكم وأمن من التجأ إليكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا رحمة الله ويا باب المراد. مفروض ناسنا اللي عنده مشكلة، المريض الكذا، اللي يخشى من هذه الأمراض المنتشرة، المفروض يجي. شلون يجي المجالس آل محمد؟ شلون يجي يلطم على راسه. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا رحمة الله يا باب المراد. ما عندنا غيركم سادتي. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
أريد شوية بصوت توصلونا. وين الصوت؟ للكاظمية توصلوها إن شاء الله. لبيك لبيك يا محمد الجواد. هذا مو صوتنا أبدا أبدا. لبيك لبيك يا محمد الجواد. لبيك لبيك يا باب المراد. لبيك لبيك يا أبا الهادي. سادتي إن أردت النجاة يوم الميعاد، إن أردت النجاة يوم الميعاد، جد بدمع على الإمام الجواد. لست أنساه حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد. قد قضى في بغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السم صاد. تركوا نعشه بقنطرة الريان ملقى. يا للشقاء العناد. الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام غصن من أغصان الشجرة النبوية وفرع من الدوحة الهاشمية. الإمام التاسع من أئمة الهدى، اختاره الله لقيادة هذه الأمة. نص عليه جده رسول الله صلى الله عليه وآله بالإمامة والولاية والخلافة والوصاية والوراثة. وعلى الرغم من قصر عمره وكونه تحت الرقابة المشددة من قبل طواغيت عصره، فإنه عليه السلام لم يدع فرصة تمر به إلا وانتهزها لبيان الحقائق ونشر المعارف. والده علي بن موسى الرضا عليه السلام، والدته السيدة خيزران، وهي سيدة إفريقية من بلاد المغرب أو مصر، وعلى كل حال فهي من قارة إفريقيا. اشتراها الإمام الرضا في مكة وحملت بالإمام الجواد عليه السلام. وحينما بشر الإمام الرضا عليه السلام أصحابه بولادة الإمام الجواد عليه السلام، قال الرضا: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم قدست ولدت، قد خلقت طاهرة مطهرة.
اطف على الكرخ من بغداد، أطيف على الكرخ من بغداد وابكي بها كنز العلم رسول الله مخزون يا محمد الجواد سر الله، محمد الجواد سر الله والعلم المبين في الدين مفروضا ومسنونا. قال المجلسي في بحاره إن المعتصم جعل يعمل الحيل في قتل أبي جعفر عليه السلام، وأشار إلى ابنة المأمون زوجته بأن تسمه لأنه وقف على انحرافها عن أبي جعفر عليه السلام وشدة غيرتها عليه لتفضيله أم أبي الحسن ابنه عليها، لأنها لم ترزق منه الولد، فأجابته إلى ذلك وجعلت سما في عنب رازقي ووضعته بين يديه، فلما أكل منه ندمت وجعلت تبكي، فقال الجواد عليه السلام ما بكائك؟ والله ليضربنك بعقر لا ينجبر وبلاء لا ينستر. وقد تحقق ذلك. وكان الإمام صائما، فلما أحس بحرارة السم في بدنه قال عليه السلام ويلك قتلتيني قتلك الله، ويلك قتلتيني قتلك الله. عين على الجواد بكي بدمع من دم، عين على الجواد بكي بدمع من دم، يا قلبي على ابو الغادي تلجم، شباب وصايم ويفطر على السيم على السيم، وحيد بدار غربة مثل الحسين. بعد ذلك أخذ الإمام الجواد يجود بنفسه فطلب جرعة من الماء قائلا بصوت ضعيف ويلك إذا قتلتيني فاسقيني إذا شربة من الماء. فما سقت الإمام عليه السلام. ماذا فعلت بالإمام؟ أغلقت الباب عليه وخرج يأتي من الدار، يصيح الماي والسم مرض كبده، يصيح الماي الماي والسم مرض كبده. طلعت من وقت ما بقت عنده، طلعت من وقت ما بقت عنده وظل نايم بسطح الدار وحده.
وعلى فراش المرض يصفي عاجل جفين. أجركم الله. بقي الإمام الجواد عليه السلام يوما وليلة يعالج سكرات الموت. ظل نايم طريح شلون، ظل نايم طريح شلون، معتار أو طول الليل وحده يون، أو طول الليل وحده يون عالدار بس صلى الفجر وتقبل ودار. راسه ومدد الرجلين. هذا وقد حضر إمامنا الهادي عليه السلام عند أبيه بطريق الإعجاز المبارك، فأوصاه الإمام الجواد عليه السلام بوصايا عامة وخاصة، وعهد إليه بأمر الإمامة. ثم بعد ذلك مدد رجله وأسبل يده وقضى نحبه غريبا شهيدا مظلوما. أيوا سيدا رحم الله من نادى وسيدا وإماما ومسموما وغريبا. ضعف مهجتب ولا شديدة، ضعف مهجتب ولا شديدة من الألم لعند الموت جيدة. عدل رجلي يا ويل ومدد ايديه وتشهد مات من فعلي المنافق. أجركم الله أيها المعزون. لقد جاء في الأخبار أن المعتصم العباسي أمر بأن لقد جاء في الأخبار أن المعتصم العباسي أمر بأن يرموا به من أعلى السطح إلى العار. الله أكبر الله أكبر. يا شيعة المحمد. والبعض ما يدري شنو المناسبة، ما يدري البعض. ومنع الناس أن يحملوه ويشيعوه ويدفنوه ويدنوا منه، وبقي جسده الشريف على الأرض أياما بلا غسل ولا كفن ولا دفن. لرند هذيك الرزايا والدار أي شكانك دو بكاظم الغيظ موسى وبالجواد محمد. بعد ذلك أيها الموالون اجتمعت الشيعة وحلفوا أن يقتلوا دونا أو يدفنوا. فقال المعتصم دعوهم وما يريدون، فعملوا له شأنا عظيما. جاءوا يما بحنين ولطم على الرأس،
طلعوا بالجواد وفزعة الناس اجوا يما بحنين ولطم على راس على راس. طلعوا بالجواد وفزعة الناس ولما نغسلوا صاحب النوماس نوماس حفوا بالقبر كلهم حزنين. ثم إن ابنه علي الهادي عليه السلام قام في جهازه وتغسيله وتعنيطه وتكفينه، ثم صلى عليه في جماعة من شيعته ومواليه. فلما فرغوا من الصلاة حملوه على سريره وساروا به. فلما فرغوا من الصلاة عليه حملوه على سريره وساروا به وهم يبكون ويلطمون عليه حتى دفنوه إلى جنب جده موسى بن جعفر عليه السلام. شلون بغرب ميت باب المراد بأمر المعتصم وعياله بعاد. ظل 3 أيام ميت بداره أو على فراش بقى ليلة ونقارة، وجد حسين ذا وسط المعارة على الرمضة ولا واحد ينشأ. سيدي أبا جعفر الجواد، سيدي انت ما ذبحوك، سيدي انت ما ذبحوك 100 من العطش، أولا بقيت مسلم إبليين 11. سيدي غسلوك الناس شالوك بنعاش، والعسيان بشمس محيان شالا. سيدي يا أبا جعفر، سيدي انت ما عندك خيام، سيدي انت ما عندك خيام تفرهدت، وانت ما عندك خوات اتسلبت، ولا اطفال اللي بالسياط اتعذبت. ذله والعيال سيدي يجذله والعيال مدلله. سيدي انت ما صابوك من فوق المغور، سيدي يا باب المراد، سيدي انت ما صابوك من فوق المغور، والمثلث ما وقع وسط الصدر، والعسيان بصدر نيران وجمر، والسهم شق قلبه ودموعه تسيل. يا سائلا ماذا جرى في البلاد من حادد قوض ركن الرشاد، عجبته الدين قضى نحبه حين نعى جبريل
أمر الجواد. عظم الله لكم الأجر، جزاكم الله خير.